تعالوا النهارده نعمل مع بعض احلى طبق مكرونه سهل وبسيط وما بياخدش مننا وقت خالص، وفي نفس الوقت جميل جدا وطعمه بجد هيدخل قلبك مش معدتك. حاجه كده خليط ما بين الريد صوص والوايت صوص، سهله وبسيطه جدا، وفي نفس الوقت هتاكلي منها مش هتشبعي. طبعا الطريقة دي تنفعك لو جوع نص الليل، او ممكن عايزاها على غدو عادي، او كمان ممكن كسناكس كده. بجد هتاكلي منها فعلا مش هتشبعي خالص لانها طعمها حلو قوي. المكرونة المفضلة بجد ليا، جربيها وان شاء الله هتبقى مفضلة كمان ليكي. بس اهم حاجة لو اول مرة تشوفيني، انا اسمي نورة جمال. لايك وشير واشتراك في القناة. ما تنسيش تضغطي زر الجرس وتكتبي لي كومنتات حلوة كتير زي اللي انتوا بتكتبوها. وشكرا للناس اللي اشتركت جديد. يلا نسمي الله ونبدأ الوصفة بتاعتنا. اول حاجة بقى، عشان تخلي الطماطم في اي مكرونة او اي صلصة، اي طبيخ، اي حاجة اللي انت عايزاه، يعني لازم تبقى صلصة حمرا جامد. اعملي الطريقة دي. هاتي، انا هجيب لنص كيلو من المكرونة. حطيت 4 طماطمات، عليهم ربع كوباية من المية العادية خالص، وكمان حطيت معلقة سكر. هسيبهم بقى يغلوا زي ما انتوا شايفين كده لحد ما تاخد الشكل اللي انتوا شايفينه ده، القشرة بتاعتها تتشال من عليها. تعرفي انها كده طابت، تضربها بقى في الخلاط وهتلاقيها بجد تقيلة جدا وصلصة تقيلة قوي هتحبيها. حطيت هنا بقى كمان ربع كيلو من اللحمة المفرومة، عليهم بصلاية كبيرة وعليهم فصين من الثوم. وبعد كده حطيت معلقة زيت، وكمان حطيت فلفل، وحطيت 7 بهارات. طبعا ممكن انت تحطي اي بهارات انت تحبيها زي ما انت عايزة يعني، بس انا ما حطيتش غير دول علشان دول احسن. حطيت كمان شوية زعتر، كان عندي زعتر ناشف كده، حطيت شوية صغيرين، ما كترتش فيها، بيدي طعم حلو على فكرة. وافضلي بقى قلبي الحاجات دي كلها لحد ما اللحمه بتاعتك لو مجمده تفك، ولو مش مجمده لحد ما تاخد اللون الصدمه ده، لون التشويحه ده يعني. حطيت بقى، شايفين الطماطم لونها تقيل، من 4 طماطمات بس خدت كوبايه من الطماطم. عملته صلصه طبعا زي ما انتوا شايفين كده، وحطيتها بعد ما اتشوحت اللحمه، يعني الصدمه، اللحمه خدت صدمه، وبعد كده نزلت بكوبايه الطماطم. اول بقى ما الطماطم تنشف معاكي زي ما انت شفتي، حطي كوبايه ميه علشان البصلايه، وكمان اللحمه تطيب معاكي. معايا بقى كوبايه لبن كامل الدسم كده بالوش بتاعه، شايفينه طبعا بالقشطه بتاعتها، يعني قشطه اللبن نزلت كده معاها، ده يا محلاه. طبعا لو عندك كريمه مفيش مشاكل، لو حابه اللبن بس زي ما انا حطيت، الاتنين بيدوا طعم رهيب رهيب بمعنى الكلمه. وكمان لو مش عايزاها تحطي يعني كريمه ولا لبن زي ما انت عايزه خالص. وبعد كده حطيت بقى الملح. بصوا الصوص بتاعها لسه تقيل يعني كتير شويه. وبعد كده سلقت المكرونه. انا بسلق المكرونه هنا على الا ربع، يعني تبقى بتتكه معاكي بس ناشفه بسيط، مش ناشفه جامد. وبعد كده هقلبها تقليبه زي ما انتوا شايفين. طبعا لو عايزه ميه كمان ممكن تاخدي ميه من ميه سلق المكرونه، هتبقى حلو معاكي. وما تحطيش ميه بارده عشان ما تعجنش يعني. قلبي بقى كل ده. طبعا احنا حطينا الملح قبل ما نسلق قبل ما نحط المكرونه. طبعا قلبيها بقى لحد ما يلغلغ في الصوص بتاعه كده. بصوا الجمال. سيبيها بقى لمده 10 دقايق او اقل على حسب ما انت سلقاها. لو سلقاها تقيل كتير، قلبي تقليبه وشيليها على طول من على النار. لكن لو سلقاها الا ربع زيي، حطيها 10 دقايق وشيليها بقى من على النار، وغرفي بقى وكلي. بجد حاجة كده في منتهى الحلويات، جميلة جميلة جدا 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 جدا، مش هتشبعي منها. طبعا هناخد معلقة ومعلقتين وتلاتة واربعة. بصوا، اللي خايف على نفسه لو بيعمل دايت بجد ما تجربش الوصفة دي. الوصفة دي رهيبة جدا جدا جدا، مش هتشبعي منها خالص، علشان بجد في منتهى الجمال. حطينا لحمه مفرومه كله في حله واحده، وحطينا بصل، وحطينا الخضار. طبعا لو عايزه تزودي خضار، اي خضار انت حباه مع اللحمه المفرومه، عيشي براحتك. طبعا المكرونه باللحمه المفرومه دي بسيطه خالص، وفي نفس الوقت كله في طاسه واحده او في صينيه واحده او في حله واحده. ويا رب بقى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونش في اللايك والاشتراك وتضغطوا زر الجرس.